الشهداء بالرباط جنازة الفنان محمد بسطاوي الذي توفي صباح اليوم بعد معاناة مع المرض. واحتشدت جموع غفيرة أمام مسجد الشهداء حيث أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد قبل أن يشيع الجثمان في موكب مهيب حضره بالخصوص وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة. وداخل المقبرة كما في محيطها تجمع عدد كبير من أبرز رموز المشهد الفني المغربي في السينما والتلفزيون والمسرح وشخصيات عامة وعموم محب الفنان الراحل في لحظة وداع أخيرة. مجمع الحفاوي، محمد توانينة وسعيد الجاسي. مسجد الشهداء بالرباط، وبعد صلاة العصر والجنازة شيع جثمان الفنان الراحل محمد بسطاوي في موكب جنائز مهيب إلى مثواه الأخير. وكان في مقدمة المشيعين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة وعدة شخصيات من الفن والثقافة. خسارتنا اليوم بفقدان السي البسطاوي رحمه الله خسارة كبيرة. فقدنا إحدى الشخصيات الفنية والإبداعية الكبيرة التي ساهمت في الدفاع عن الهوية الثقافية والهوية المغربية وساهمت في رفع رأس بلادنا عاليا. ويعد الفقيد رحمه الله من خيرة الممثلين المغاربة، شق طريقه مع فرق مسرحية بارزة قبل أن يتوج مساره الفني بنجاح مشهود له به. رحيل الفنان محمد بسطاوي إلى الرفيق الأعلى خلف حزنا عميقا في نفوس أسرته ومحبيه وزملائه من الفنانين. الوالد كان غيور على هذا الفن، على هذا الفن اللي كيدير، على سواء مسرح التلفازة السينما. كان غيور، ما كيبغيش المتطفلين على هذا الميدان. كان حريص على انه يكون ديما صادق في الاعمال ديالو، والهم ديالو هو انه يمتع الجمهور المغربي، يمتع كل المغاربه. كان يعطي من ذاته ويعطي من صحته، المهم عنده هو انه يفرح المغاربه. الشهاده كلها اللي نقدر نقول في حقه ما تكفيش، لانه سي محمد انسان كبير بزاف، ممثل كبير. وخير دليل على ذلك كان هو ايام قليله قبل ما يموت وكان كيشتغل مع دريس الروح في مسلسل، والفيلم ديالو تعرض مؤخرا في مهرجان ديال مراكش. كان انسان شغوف بالفن، كيحب الفنانين اللي معاه، وكان انسان معطاء. كانت الكفاءه كاينه، رجل اعطى الكثير وما خدا والو. يعتبر محمد بسطاوي أحد أعمدة الساحة الفنية المغربية، حيث امتد عطاؤه على مدى عقود شخص فيها أدوارا فنية في المسرح، السينما والتلفزيون بحرفية وإتقان جعلته يحظى بحب الجمهور وينال اعتراف النقاد. الفنان الراحل محمد البسطاوي انتقل إلى دار البقاء عن سن تناهز 60 عاما. سجله حافل بالعديد من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والتلفزية، وامتد عطاؤه على مدى عقود شخص فيها أدوارا فنية بحرفية وإتقان جعلته يحظى بحب الجمهور وينال اعتراف النقاد كذلك. ورقة عن المرحوم البسطاوي مع أحمد العلوي والمهدي مورين. محمد البسطاوي هي إحدى أهم المحطات التي ميزت مسيرة الفنان الراحل محمد بسطاوي بالدورة 12 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش سنة 2011، والتي أبت فيها إدارة المهرجان إلا أن تكرم أحد أعمدة الفن والسينما والمسرح بالمغرب محمد بسطاوي، اسم تألق في العديد من الأعمال الفنية وامتد عطاؤه على مدى عقود شخص فيها أدوار فنية بحرفية عالية. ابن مدينة خريبكا بدأ مشواره الفني مع الإذاعة والتلفزة المغربية في أعمال فنية بارزة، منها ولاد الناس لتتلاحق الأعمال تباعا مع سرب الحمام ودوير الزمان وجنان الكرمة ووجع التراب والمجدوب وغيرها. مشواره أنهاه أيضا مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من خلال مسلسل تلفزيوني دار الغزلان، والذي أنهى تصويره قبل أسابيع، وهو الآن في طور التوضيب، وسيبرمج عرضه على القناة الأولى بعد الانتهاء منه. الراحل انخرط في العمل المسرحي منذ الثمانينات مع فرقة مسرح اليوم رفقة ثريا جبران، أو في إطار مسرح الشمس،
وشارك في العديد من الأفلام لمخرجين كبار وفوزي بن سعيدي وداود ولاد السيد. كما شارك في العديد من الأعمال الدولية والأجنبية التي صورت بالمغرب، وبصم على حضوره اللافت بموهبة قوية في التمثيل، مما جعله محط تقدير واحترام الجمهور، ويكون برأي النقاد نجم الشاشة المغربية في العشر عشاق الفن السينمائي والمسرح والتلفزي بإيجاد